السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم تقى ممدوح في فيديو جديد بوصفة جديدة ان شاء الله تعجبكم. متنسوش قبل ما نبتدي في الفيديو اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد، وعشان تشجعوني نعمل فيديوهات اكتر بوصفات اكتر. قبل ما نبتدي في الوصفة نقول بسم الله ونصلي على النبي في الكومنتات. النهاردة وصفة النهاردة جميلة وكلنا بنحبها. بنحب ده الرقاق الطري باللحمة المفرومة. بصوا شكله حلو وطري ولونه جميل، ناشف من بره وطري من جوه ومورق كده. بصوا حلو قوي، انا واثقه ان هو هيعجبكم وبسيط خالص، مفهوش اي مكونات كتير، مفهوش اي حاجه زياده، فبصراحه حلو قوي وان شاء الله هيعجبكم. بصوا ناشف كده، الطبقه اللي على اللي فوق واللي تحت ناشفه، واللي في النص طري، ان شاء الله هيعجبكم. يلا نبتدي. هنا معايا كيلو لحمه مفرومه، وهنا ده الرقاق الطري. تمام، هنبتدي ان احنا نعمل اللحمه، نعصج اللحمه المفرومه. معايا هنا شويه بصل، حوالي نص كيلو بصل هعمله في الكبه. البصل بيدي للحمه طعم حلو، حتى لو يعني ما بيبقى كتير بيبقى طعمه كويس قوي في اللحمه، في الرقاق، في المكرونه بشاميل، في اي حاجه البصل الكتير بيبقى طعمه حلو جدا. بصوا هنا بقى انا هقطع البصل وهعمله في الكبه. عايزين تقطعوه على ايديكم مكعبات صغيره مفيش مشكله. اهو انا هضربه في الكبة. هنا بقى في طاسة على النار هحط فيها معلقة كده سمنة كبيرة. بصوا السمنة دي انا حماتي اللي بتعملها في البيت حلوة قوي، هبقى انزل لكم طريقة واحنا بنعمل السمنة دي. فبصراحة بجد سمنة خطيرة، كأنكم بتعملوا الاكل بشوربة، بجد حلوة قوي. انا واثقة ان انتوا هعملها لكم ان شاء الله في فيديو لوحده، وهبقى اوريكم الطريقة، وانا واثقة ان انتوا هتعجبكم يعني لو جربتوها. هنا بعد ما السمنه ساحت، طبعا بتحطوا، انا حاطه السمنه زي ما قلت لكم اللي حماتي عاملاها في البيت. طبعا انتوا تحطوا سمنه، زبده، زيت، زي ما تحبوا. هنا حطيت عليها اللحمه المفرومه، هقعد افك فيها كده لحد ما تاخد اللون بتاع اللحمه، اللون الاحمر ده يروح خالص. بصوا كده. بعد كده لما بتاخد اللون ده بنزل عليها بالبصل بتاعي اللي انا فرمته في الكبة. هبتدي برضو ان انا اقلبهم كده مع بعض. بجد البصل بيدي كمان ريحة كده رهيبة، ريحتها حلوة من غير توابل ومن غير اي حاجة خالص، بجد ريحتها حلوة قوي. البصل فعلا فظيع في الاكل، حلوة قوي. بصوا بعد كده بقعد اقلب فيها. بعد كده هحط التوابل. هحط دي مرقة دجاج بس سايبة من عند العطار، مش المكعبات. حطيت كده معلقتين صغيرين، هقلبهم برضو مع بعض. بعد كده هحط فلفل رومي. انا حطيت قرنين فلفل رومي كده، قطعتهم برضو صغير. عايزين تحطوا برضو فلفل الوان مفيش اي مشكلة، المتوفر عندك يعني. انا كان متوفر عندي الفلفل الاخضر بس، فانا حطيت فلفل اخضر. عايزين برضو تحطوا حار زي ما تحبوا، لو بتحبوا الحاجة سبايسي. هبتدي بقى ان انا اكمل بقية التوابل بتاعتي. هحط فلفل اسود، معلقتين كده صغيرين فلفل اسود. انا مش هحط بهارات يعني كتيرة. انا حطيت فلفل اسود، وحطيت دي بشرت كده جوزة الطيب، حطيت شوية يعني حوالي نص معلقة صغيرة جوزة الطيب. جوزة الطيب بتدي طعم حلو قوي في اللحمة. وكمان هحط الملح، يعني قعدت اقلب فيها شوية، ولما لقيت اصلا اللحمة استوت هروح حطيت الملح. هحط الملح برضو، حطيت حوالي كده معلقتين صغيرين ونص، لان برضو المرقة بتبقى
بتدي ملح كده في الاكل، فانا مش بحط كتير، بحط معلقتين صغيرين، ولو احتجت تاني بزود. بس هي كانت كده مظبوطه. بعد كده حطيت دهنت الصينيه سمنه من اللي انا عملت بيها اللحمه. دهنت كده الصينيه سمنه، وبعد كده اول واحده في الرقاق الطري مش بسقيها شوربه علشان ما تتهريش، ولا تبقى يعني تبقى سهله معايا كمان لما اجي اطلع الرقاق يعني من الصينيه. وبعد كده بحط ما بين كل رقاقه والتانية سمنه. وزي ما انا قلتلكوا انا عامله مستخدمه سمنه اللي حماتي عاملاها في البيت. انتوا برضو تحطوا سمنه او زبده. هنا دي شوربه بحط فيها كده الرقاقه بسرعه وبطلعها علشان ما تتقطعش وما تتهريش مني. الشوربه دي دافيه، وهبتدي برضو ان انا ارصصها كده واحط برضو سمنه عليها. انا هحط 4 طبقات، يعني 4 رقاقات من تحت، وبعد كده هحط اللحمه المفرومه وهحط 4 من فوق. كده سمكها كويس قوي وكانت حلوه. عايزين بتزودوا الرقات اللي تحت تمام، بتزودوا رقات من فوق زي ما انتوا عايزين. انا بقولكوا اللي انا استخدمته بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده الرقاق الطري ده بجد خطير، حلو قوي وسهل كمان عن الرقاق الناشف. بس يعني برضو ده ليه طعم شوية وده ليه طعم، بس هو برضو جميل جدا وسهل. زي ما انا قلتلكوا هحط 4 تحت و4 من فوق. بعد كده انا حطيت 4. بعد كده هحط اللحمة المفرومة بتاعتي. انا طبعا ما حطيتش الكيلو كله، انا عملت صينيتين، فحوالي كل صينية خدت معايا نص كيلو لحمة مفرومة. والصينية اصلا ما شاء الله كبيرة. هبتدي ان انا اوزع. بصوا ما شاء الله انا حطيتها كده، بجد حلوة قوي وريحته حلوة من غير اي حاجة، بجد ريحته رهيبة، لازم تجربوه. بعد كده حطيت الاربع رقات رقاق من فوق، ودهنت الوش سمنة زي ما انا عملت بالظبط. ممكن تسووه على البوتاجاز من فوق لو انتوا حابين يبقى كله طري فوق وتحت، تسووه على البوتاجاز من فوق. لكن انا حطيته في الفرن لان كنا عايزين الطبقة اللي فوق ناشفة واللي تحت كمان ناشفة بتقرمش كده. بصوا شكله بجد فظيع وريحته خطيرة وكان طعمه رهيب بجد. ان شاء الله هستناكم تجربوه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. وبرده ما تنسوش الاشتراك في القناه علشان انا بجد بتشجع باشتراك لما بلاقي الاشتراكات عندي بتزيد، حتى واحده واحده بس بتزيد، فانا بجد ببقى مبسوطه وببقى محتاجه ان انا كل الناس تشوف وصفاتي. فان شاء الله هستناكم تنوروني في الصفحه بتاعتي. بصوا شكله حلو ازاي، بصوا، والسمنه بصوا خطيره بجد رهيبه. انا اول مره احب سمنه، يعني غريبه بالنسبه لي ان السمنه بتتعمل في البيت، بس بجد حلوه قوي. بصوا شكله واللحمه مش قليله فيه خالص، فبجد حلو قوي. ان شاء الله تجربوه، هستنى رايكم. كده وصفه النهارده خلصت، انتظروني في فيديو جديد بوصفه جديده. باي باي.